جربتي تعملي الكرنبيط من غير بيض؟ هقولك تعمليه ازاي. جربتي ما تعمليه من غير لبن؟ يلا بينا، هعمله النهارده اقتصادي جدا. بس لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتحطي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو. ويلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض، واقول لك الطبق الجميل اللي عملناه ده اقتصادي تحفه وجميل جدا. الكرنبيط بتاعنا دلوقتي يا جماعه عمال يسلق وروعه. يلا انا هنا سلقته سلق، لما بسلقه كبير زي ما انت شايفه، وبعد ما بسلقه نص سلقه واطلعه واقطعه براحتي عشان ما يتهرش مني في الميه السخنه. تمام تمام، طبعا انت بتسلقيه على حسب براحتك. بس الخطوه دي جميله جدا انك ما يتهرش منك، تضمني اللي هو الواحده بوحدتها زي ما انت شايفه كده، انا بقطعها بالعافيه. في ناس يا جماعه كتير ما بيسلوهوش اصلا. جبت هنا كوبايه دقيق وهنا كوبايه دقيق، ونزلت هنا بمعلقه نشا وهنا بمعلقه نشا. طبعا خطوه النشا دي اساسي لان هي اللي بتخلي الكرنبيط بتاعي متقرمش من بره كده ولذيذ. هنا بقى نص معلقه بيكنج باودر وهنا نص معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر دوت الفايده بتاعته اللي هو بيخليه ما يبقاش مكتوم من جوه، ويبقى هاشش كده وجميل، ما يبقاش الدقيق كتمه. يا جماعه هنا مش حاطين بيض، فالبيض هيخليه مكتوم. لو استغنيتي عن البيكنج باودر هيبقى مش حلو. فانت لازم طالما شلنا البيض لازم تحطي بيكنج باودر. هنا بقى حبه كمون هنا وحبه كمون هنا، حبه كركم هنا وحبه كركم هنا. والكركم يا جماعه اساسي عشان بيدينا لون الصفار والجميل والجمال ده. طبعا الكركم دلوقتي يعتبر بهارات، البهارات بتاعتنا تحفه. الكركم ده حاجه لذيذه، دي معلقه توم. جسمنا بيحتاج الكركم، اي اكل انا بعمله بحط فيه كركم عشان فوائده كتيره. طبعا دلوقتي هحط حبه ملح وحبه توم في الطبق ده، والطبق التاني مش هحط فيه حاجه خالص الا حبه ملح، مش هحط فيه توم. الطبق دوت اللي هو الخليط بتاعنا اللي بيبقى فيه البيض واللبن والخضره والكلام ده هو ده. بس النهارده هنعمله بميه وهنشيل البيض، هنحط بدل البيض الكربونات البيكنج باودر. لو ما عندكيش بيكنج باودر ممكن تحطي ربع معلقه كربونات برده مفيش مشكله. اهم حاجه يدينا حاجه اللي هي بتبقى هشه من جوه كده وما يبقاش مكتوم معانا بديل البيض. هنا بقى ربطه كزبره وربطه بقدونس ونحطهم. هنقلبهم تقليبه كويسه، بس تاخدي الورق اللي من تحت وترمي اللي من فوق عشان احنا اللي فوق مبيبقاش مستحب. اهم حاجه عندنا عايزين الورق اللي من تحت. تمام تمام. هنقلبه كويس ومش عايزينه يبقى سايل خالص. الخليط بتاعك لو سايل مش هيشرب معانا مش هيعمل كفر معانا حلو كده، وهيبقى مش حلو، وهتلاقي نفسك بتاكلي كرنبيط كده ملوش لازمه. لازم الكفر بتاعنا يبقى تقيل كده ماسك نفسه. وما تنسيش ان احنا حاطين بيكنج باودر، فالبيكنج باودر مش هيخليه مكتوم، هيخليه هشش وجميل. فما تقلقيش من حاجه زي دي. نفس اللي انت شايفاه دوت نفس النظام يعني، ما تخففوش عن كده وما تقلهوش، القوام قدامك اهو. هنقلب بقى تقليبه كويسه كده، وبعد ما نقلبه هنخليه يترغل كده في التتبيله، يعني لازم تخليه كله يتشرب كده. بعد كده نطلع بيها بقى في الدقيق بتاعنا اهو. طبعا هتساليني ينفع اسال ما يسلقش الكرنبيط؟ هقول لك ينفع، بس تقطعي تقطيع صغير. لما بنعمله من غير ما نسلقه بيبقى التقطيع بتاعته اصغر من كده عشان يستوي معانا. في ناس كتير بعرفها بتعمله من غير ما بتسلقه. انا واحده من الناس جربته عجبني مش وحش. بس انا بحب اسلقه ليه؟ بيكون احلى وافضل. يعني انا بالنسبه لي الميه السخنه بتعقمه، يعني انا بجيبه من عند السوق بيبقى مرمي في الارض. فلما احطه في ميه سخنه ياخد بس غلوه كده بيتعقم اكتر، ولو في اي تراب او في اي حاجه بتنزل منه. فانا بفضل ان انا اسلقه احسن. بس هو هيستوي، هيستوي، مش هقولك اللي هو هيبقى ني، هيستوي وهيبقى زيه زي المسلوق بالظبط. مفيش مشكله فيه. بس عشان يبقى النظافه ويكون اضمن واحسن انك تحطيه في ميه سخنه. هنجيب بقى اي حله صغيره ونحط فيها الزيت عشان نخليه عميق. بلاش تجيبي حله كبيره وتحطي الزيت وتلاقيه مش باين، هتلاقي نفسك بتحطي زيت كتير. فهنا هنخلي الزيت بتاعنا يكون عميق زي ما انت شايفه كده. هنقلبه بقى، وبعد ما نقلبه نروح قلبينه على الناحيه التانية. وكده بقى المكرونات بتاعنا استوى وتحفه وزي الفل زي ما انت شايفاه كده. هيطلع معاكي احلى واجمل من مليون مره من اللي احنا بنعمله باللبن وبالبيض وبنقعد نكلف نفسنا. ولو ما لقيناش الكلام دوت بنلاقي نفسنا ما عملناش كرنبيط. لا يا جماعه، الطبق زي ما انتوا شايفينه كده طعمه تحفه وروعه، والشكل كمان زي ما انتوا شايفين. يعني بصراحه ولا فرق مع البيض ولا اللبن ولا الكلام ده كله خالص. يا رب تجربيه ويا رب يعجبك. ويا رب ان شاء الله تديلي دعوه حلوه. بصي القرمشه بتاعته، القرمشه جميله جدا. حطي بقى احلى اشتراك لو اول مره تشوفيني، وحطي لايك للفيديو واديلي دعوه حلوه. باي باي.